يعني احنا انما تشوفنا نحرص على ان نأخذ شيئا من تراب هذه التربة الطاهرة، ترى لهذا الهدف، لان الله عز وجل اختارها لاوليائه، ولانها تربة طاهرة الها مكانة، نعم، وباعتبارها جزء من الارض، والجزء من الارض صالح للسجود باعتبار ما يعم الكل يعم الجزء، وهذا جزء من هالتراب وصالح لأن أسجد عليه. الغريب يا أخي إلى الآن، يعني قبل أسبوع أنا قرأت فد مقالة لأستاذ في جامعة من جامعاتنا المعاصرة، يقول دولة غريب أمرهم الشيعة، عندهم الصلاة أصلا ما تصح إلا يحطون رسم على حجر. شو معنى يحطوا رسوم على الحجر؟ انا اتعجب دولة شلون يشيلون شهادة دكتوراه، والله العظيم هاي مو عقلية الدكتور هاي ادري حجر شنو التراب شاي الارض شنو مو حجر؟ ما فهمان يعني الرمل والحجر شنو هو مو حجر؟ يعني عندما اسجد على الارض وهاي جزء من الارض فشنو معنى حجر شنو؟ يعني انا الان ما جاي اقدس هذا الحجر، جاي اعبده من دونه. الله امرني بان تكون جبهتي على الارض وهي جزء من الارض. استظل اكو معاني وراء النص، هاي المعاني تشع لانه هذه تربة طاهرة قدسها الله باركها وباعتبارها جزء من الارض. انا اتخطر مجنون ليلى مروا عليه شافوه المنطقة اللي كانت تسكن بها اللي اراد ان يتزوجها ليلى، كان يفتر داير مداير المنطقة ويأخذ من تراب الارض ويقبلها. قالوا له انت شنو هذا عيب؟ قال لا تقل دارها بشرقي نجد، كل نجد للعامرية دار، فلها منزل بكل مكان ولها عند دمنة آثار، أو ولها كل دمنة آثار. المهم أن هذا يقول يشع حبها على هذه البقاع التي حولها. أرجوك أنا ما جاي أقدس حجر، أنا أعرف أن هذا مكان مثلت عليه أروع طرق التضحية وسائل التضحية، فأعتز بي ميدانيا. أرجوك قحط حجار، يعني المسلمين يطاردون رايحين منا إلى الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة شنو هي؟ مو جدار مو أحجار، بس شنو احنا نروح نقبلها ونقدسها ونقصدها من مئات الآلاف من الكيلومترات، من شان شنو يعني؟ لأن الله عز وجل أمر بتقديسها، لأنها موطن للدعوة الإسلامية، لأن المكان اللي ارتفع عليه صوت بلال داعيا الأمة إلى لا إله إلا الله بي موقف وبي ذكرى ويشع من رائحة البعثة، فأروح أقدسها للكعبة. أرجوك هذا مكان أنا أعتبره مباء للشهادة، هذا وعاء مثلت عليه أروع أقسام التضحية، وهو جزء من الأرض، يعني مو خارج عن الأرض حتى تقول لي أنت شنو حكم السجود عليه. فمعنى آخر أروي لك، يوم اجى صلاح الدين الملك صلاح الدين أهديت إلى هدايا، من جملة الهدايا اللي أهديت إلى هذا واحد كان يطلع له الهدايا واحدة واحدة وينثرها بين يديه. من جملة الهدايا طلع له مروحة مهفة، قال له هذه هدية ما رأى الملك ولا آباؤه مثلها ولا أشرف منها. انفعل صلاح الدين ويتأدب، قال له شنو؟ قال انتظر. طلع له المروحة المهفة، شاف مكتوب عليها بيتين: أنا من نخلة تجاور قبرا ساد من فيه جملة الناس طرا، شملتني عناية القبر حتى صرت في راحة ابن أيوب أمرا. عاين قال عجيب، هاي من نخلة مدفوعة إلى جانب قبر النبي؟ قالوا له إيه. وقع عليها يلتمها يقبلها يحتضنها. شنو؟ لأنها نخلة قريبة منين؟ من قبر النبي. أرجوك الحسين ابن منه؟
حسين مو ابن رسول الله، مو امتداد الطبيعي، مو النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين؟ إذا كان كل المسلمين يتهالكون على تقديس كل ما إلى علاقة برسول الله، وهذا دم رسول الله ولحم رسول الله وأولاد رسول الله الذين صرعوا وتربة مقدسة طاهرة، أنا كل ما في الأمر تشوف عندي مو حرص وإنما حب وولاء، وإلا ما لازم ما أسجد على آي، أسجد لي على ورقة، أسجد لي على خوص مال النخل، أسجد لي على عشب، أسجد على ما يصح السجود عليه. بعدين ليش أنت لما تأخذ رواية من عبد الملك بن مروان أن يجوز السجود على السجاد روايتك محترمة، أنا لما أخذ رواية من الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة بأنه الأرض ما يصح السجود إلا على الأرض روايتي مو محترمة، ايش معنى؟ ليش؟ ما أدري يعني، ما عندنا مع الأسف موضوعية، ما عندنا. لازم نرجع للدليل بموضوعية، لازم نعرف أن المسلمين مو رأسا أنا أحملهم أفعالهم على العبث أو على العاطفة، لا، هذا مسلم لازم أحمله على محمل الصحة، أشوف شنو دليله، خلاص أناقش دليله قابل للمناقشة أو لا. المسلمين كانوا يأخذون خريطة يعني وصلة يحطون بها من تراب المدينة المنورة، إذا راحوا بالسفر يسجدون عليها. ليش؟ لأن تراب المدينة المنورة هاي مهبط الوحي، وهذا تراب طاهر ومن الأرض ويصح السجود عليه.